إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نقف في هذه الكلمة مع آية عظيمة قد تورد في قلب قارئها وسامعها الخوف، لكن من استعد إليها نجا بإذن الله. آية لو أنزلت على الجبال لتصدعت، آية كم سمعتها آذان فأنصتت، وكم قرأتها أعين فبكت، آية كم وعتها قلوب فخشعت، وكم تم عنها غافل فتاب، وكم تدبرها معرض فرشع إلى ربه وأناب. آية تحكي رحلة، وأي رحلة رحلة سفر، ويا له من سفر، وهي قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخي، إنها رحلتك إلى الدار الآخرة، ولعظم هذه الرحلة وهذا السفر قال نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، كما في الحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوههم ولهم خنين. وفي رواية: برغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصحابه شيء فقام فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار فلم أراك اليوم من الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤوسهم ولهم خنين. وروى الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع
إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو علمنا حقيقة الموت وشدته، والقبر وظلمته، ويوم القيامة وكربته، والصراط وزلته، ثم لو تأملنا الجنة ونعيمها والنار وجحيمها لتغيرت أحوالنا، ولكننا نسينا أو تناسينا هذه الرحلة، وأقبلنا على هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تذكر يا أخي حالك وأنت تعاني من سكرات الموت التي يعاني منها أحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول بأبي هو وأمي عند موته: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. تصور نفسك يا أخي وقد حل الموت بساحتك، وملك الموت واقف عند رأسك، حشرج صدرك، تغرغرت روحك، ثقل منك اللسان، وانهدت الأركان، وشخصت العينان، أغلق باب التوبة دونك، عرق منك الجبين، وكثر حولك البكاء ومنك الأنين، وأنت في كرب عظيم لا ملجأ منه ولا محيط. تعاين هذا الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم، وقد حل بك القضاء، ثم عرج بروحك إلى السماء، فيا لها من سعادة أو شقاء. يقول الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى حال المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، وأنتم عاجزون عن فعل أي شيء، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون أي ولكن لا ترونهم. فلولا إن كنتم غير مدينين غير مبعوثين غير محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين. صنع هارون الرشيد طعاما وزخرف مجالسه، وأحضر أبا العتاهية وهو أحد الشعراء، وقال له: صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا. فأجابه قائلا: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فقال الرشيد: أحسنت ثم ماذا؟ فقال: يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فقال الرشيد: حسن ثم ماذا؟ فقال: فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الرشيد وقال أحد جلسائه له بالعتاهية: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فأحزنت. فقال الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا منه. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيوب
وهادما للذات ومفرقا للجماعات وقاطعا للأمنيات. تصور ما بعد ذلك وأنت تدخل تلك المقبرة محمولا على الأعناق بعدما أن كنت حاملا أو زائرا. فيا ليت شعري ما حديث جنازتك. هل ستقول قدموني قدموني، أم ستقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ كما روى الإمام البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام النسائي في سننه، والإمام البيهقي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق. ثم أنزلك في قبرك أحب أحبابك وأقرب أقاربك، ووضعوك في صدع من الأرض، ثم صفوا اللبن على لحدك فانحجب الضوء عنك، ثم بدوا يحطون التراب على قبرك. وقال أحدهم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم ذهبوا وتركوك. نعم، تركوك في ذلك الظلام الدامس، من فوقك تراب، ومن تحتك تراب، وعن يمينك تراب، وعن شمالك تراب، ثم تعاد روحك إلى جسدك، ويأتيك ملكان فيجلسانك وينتحرانك ويسألانك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فبماذا تحب أن تجيب؟ أما إذا كنت عند موتك تائبا صادقا مؤمنا فإن الله سيثبتك في تلك الأحوال. يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وستقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيك من طيبها وروحها، ثم يفسح لك في قبرك مد بصرك، فيأتيك رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فتقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقال: هذا مقعدك لو عصيت الله، قد أبدلك الله به هذا. فإذا رأيت ما في الجنة قلت: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. وأما إذا فقلت: فيا لسعادتك من سعادة، ويا لبشارتك من بشارة، ويا لفوزك من فوز. أما إذا كان العبد والعياذ بالله مضيعا لدينه تاركا لصلاته يفعل المنكرات والفواحش والبدع ومات على ذلك، فهل تدري بماذا سيجيب إذا سأله الملكان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ سيقول:
لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فينادي مناد من السماء أن قد كذب، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه القبيح يجيء بالشر، فيقول له: أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. ثم يقيد له رجل أعمى أصم أبكم في يده مزربة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس، ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد من فرش النار، فيقول: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. والحديث في مستدرك الحاكم من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. خرج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مع بعض أصحابه إلى المقبرة، فلما أقبل على القبور، فلما أشرف على القبور فقال: أخبرونا عنكم أو نخبركم عنا. قال: أما خبر من عندنا فإن المال قد اقتسم، والنساء قد تزوجنا، والمساكن قد سكنها غيركم. ثم سكت قليلا والتفت إلى أصحابه فقال: أما إنهم لو نطقوا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقف الحسن البصري رحمه الله وهو من كبار التابعين على قبر ونظر إليه مليا، ثم التفت إلى أحد الناس وقال له: ماذا تراه يصنع لو خرج من قبره؟ قال: يتوب ويذكر الله. فقال له: إن لم يكن هو فكن أنت. أخي، توخى طريق النجاة وقدم لنفسك قبل الممات، وشمر بجد لما هو آت، ولا تغتر بسراب الحياة، فإنك عما قريب تموت. وانظر في حالك، ماذا قدمت ليكون قبرك روضة من رياض الجنة؟ أخي، كيف تحب أن يكون حالك يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج؟ كيف تحب أن يكون حالك إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، فخرجت في العرض على الله عز وجل؟ أخي، تذكر حالك في ذلك الموقف الرهيب المخيف الذي فيه تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بماذا ستجيب عندما يسألك ربك عن كل صغيرة وكبيرة؟ يقول الله: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كيف أنت إذا شهدت عليك العينان واليدان والقدمان
والأذنان واللسان فيما عملت في هذه الدنيا الفانية. يقول سبحانه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه. قال: فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: أنطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: فبعد لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل، أي فعنكن كنت أدافع وأجادل. بماذا ستجيب عندما يسألك ربك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت فيه؟ أيها الأخوة، لو تأملنا حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة وأهوالها ما قاسوا، بينما هم كذلك ينتظرون حقيقة أخبارها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وشرشرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. يقول سبحانه: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، عند ذلك أيقن المجرمون بالعطب أي بالهلاك. يقول الله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وخرج المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان ابن فلان؟ المضيع نفسه بطول الأمل، المسوف نفسه في سوء بطول الأمل، فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه على وجهه: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك، يدعون فيها بالويل والثبور وعظائم الأمور. يقول سبحانه: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. أمانيهم فيها الهلاك، وما لهم من أسر جهنم فكاك. ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد،
يا مالك قد نضجت منا الجلود. يا مالك يا مالك قد حق علينا الوعيد. يا مالك العدم خير من هذا الوجود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. يقول سبحانه: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه: وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. عند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون فهم غرقى في النار. طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار. يقول سبحانه: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يتمنون الموت ولا يموتون. يقول سبحانه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.